بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم سادة المشاهدين. ليلة مباركة من ليالي رمضان الفضيل نلتقي فيها وإياكم ونسعد بصحبة مجموعة من الفنانين الأحباء الذين سيتحفون هذه الليلة ونسهر معهم سهرة طيبة استكمالا لبرنامج سهرة لبكرة. أنا أخوكم الشاعر جمال الدلي أقدم لكم أجمل الأمسيات وأتمنى لكم سهرة طيبة، وأستقبل في هذا اليوم باقة جديدة من الفنانين الأحباء. حيوا معي عازف المجوز وعازف القربي الأستاذ المبجل الفنان إسماعيل الحاج. كيفك أستاذ إسماعيل؟ الحمد لله، الله يسلمك. والليلة كمان إحنا بصحبة فنان واعد ناشئ صوته جميل واسمه أحمد الأطرش. كيفك يا أستاذ أحمد الأطرش؟ كيف الصحة؟ الحمد لله ما شاء الله عنك، أنت شاب حليوة ووسيم. دير بالك على حالك، ترى الحلوين بياكلوهم. الله يسلمك. كيف رمضان معك؟ الحمد لله صيامك 100%؟ 100%. أنا بعرف أنك مقدم توجيه السنة، مش هيك؟ إن شاء الله. كيف إن شاء الله بتعدنا بنتيجة مليحة يا رب؟ إن شاء الله. مشان نغني لك ولا تغني لحالك أنت؟ زي ما بدك. الله يسعدك، إن شاء الله بنفرح فيك أنت وبكل الشباب اللي قدموا الامتحانات تكون نتيجتهم رائعة إن شاء الله. وأنت بتعرف إنه رمضان في له ميزة. الله عز وجل سيدنا النبي ولا يمكن الحديث القدسي بيكون على لسان الله عز وجل: كل أعمال ابن آدم له إلا الصوم فهو لي. هذا شهر الله، وإحنا حريين في هذا الشهر أن نكون ضمن أطر الالتزام. بنفرح صح، لكن من باب الترويح عن النفس بعد عناء الصيام. إلا أنه المناجاة في وقت السحر، إحنا دخلنا بعد الساعة 11 يعني أوشكنا على منتصف الليل، وهذه الليلة المباركة يسودها الابتهال والتضرع إلى الله، فإحنا ما راح نخرج عن الخط كثير رغم أننا فرحانين برمضان. وعلى هالأساس بدنا نبدأ إحنا والأستاذ إسماعيل بأول معزوفة جميلة يدخل لنا فيها على رمضان في ليلة الابتهال وليلة السحر الطيبة إن شاء الله لأحبائنا المشاهدين. صيام مقبول وإفطار هني. وابدأ يا أستاذ إسماعيل. لغاية ما يفك عن البنيات ويبدأ أخونا إسماعيل بالعزف. أستاذ أحمد، من إمتى أنت بدأت تغني؟ والله من قبل هيك سنتين. قبل سنتين يعني مع الهواة، ولا احترفت الغناء، ولا بتغني ما بين جدران البيت؟ بغني ما بين جدران البيت. أيوة. وشجعوني أهلي. وجدران البيت شجعوك كمان؟ لأنهم جمهورك طبعا. ما هو الإنسان يبدأ مع جدران البيت بالأول. نعم. إحنا زمان كنا نبدأ مع البابور. تفضل أستاذ إسماعيل. مرت ومر وادي الكحل بالعين جرات. مرت ما مرت مر وادي الكحل بالعين جرات. قولوا للحلوة نحلها ما لا تتملي جرتها من دمع عيونها. يلا 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 عاشوا. هاي حيو. شجع بالأطرش، شجع يلا.
توبي وما عذبني بالهوى لا فرقة محبوبي يا عيني لا فرقة محبوبي يا عيني يلا 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 هاي اسماعيل حبيب هلا باحمد الاطرش هلا غالي هلا يا ابو الهيبه يا غاوي يا حبايبه يا غاوي يا حبايبه ضيعت الفرس والباروده والعيبه والباروده والعيبه يا بداوي يلي عالسفر ناوي يلي عالسفر ناوي ببعادات الشوسة وشو هالفرقة صعيبة شو هالفرقة صعيبة يلا 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 اسمعينها يلا يلا فوقتيني بياكل ما بيطاعني بياكل ما بيطاعني ويا غزيل فوقتيني بياكل ما بيطاعني بياكل ما بيطاعني ويا شياد المارتيني صوب لي هالارنبه صوب لي هالارنبه عيب عاشوا 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 يعطيك العافية يا أستاذ إسماعيل ما شاء الله عنك وما شاء الله عن هالنفس الطاهر وأنا بدي أزقف لك بأحلى كف. الله يهديك. إحنا والسادة المشاهدين